تعالى كده نشوف مع بعض مقارنه مهمه جدا ما بين اهم اداتين للذكاء الاصطناعي او اكثرهم شهره لحد دلوقتي، شات جي بي تي وجوجل جيميناي. الاثنين مهمين جدا ومتقدمين جدا من ساعه ما طلعوا اصلا، وفي تطورات بتحصل فيهم وكل شويه حد بيعلي على التاني في حاجه. شات جي بي تي طلع الاول، طلع كرييتيف جدا، بيعمل حاجات غريبه اول مره نشوفها. بعد كده جوجل جيميناي طلع علّى عليه علشان بقى بيجيب معلومات ابديتد موجوده على طول. لكن شات جي بي تي ساعتها اول ما نزل كان اخره سنه 21 تقريبا، ما بيجيبش معلومات بعد كده. وبعد كده شات جي بي تي حل الموضوع ده برضو عنده وبقى بيجيب حاجات ابديتد موجوده دلوقتي. ففي منافسه شديده جدا بينهم. فاحنا النهارده هنقارن بينهم بالنقط في 5 حاجات مختلفه. اول حاجه فيهم اختبار قدرته على ان هو يقول لك لا. يعني ايه النقطه دي؟ يعني ادوات الذكاء الاصطناعي تاخد عليها ملاحظه كده ان هي احيانا بتيجي معاك في اي حاجه. يعني هي مش بتقول لك الصح من الغلط او بتاخد لك قرار، لا، هي انت شايف حاجه هي بتقول لك اه صح انت معاك حق وتكمل على كلامك. فالموضوع ده مهم جدا علشان هو ممكن يغفلك. فدي حاجه هنقيسها بين الاثنين وهنشوف مين بيعملها ومين ما بيعملهاش. اول حاجه اللي احنا قلنا عليها دي هيبقى عليها نقطه واحده بس. تاني حاجه هي قدرتهم على اتخاذ القرارات. لما تحاول تخليهم ياخدوا قرار في حاجه يقدروا ياخدوا القرار ده او يكونوا ماشيين في سكه واضحه بقدر الامكان. تالت حاجه هي تحليل الصور. في المرحله دي انا هرفع 3 صور من على القناه بتاعتي على اليوتيوب للاستوديو او التحليلات بتاعتها، وهخلي كل واحد يديني نصايح على اساس التحليلات دي. رابع حاجه فهم المعاني النفسيه. زي ما احنا عارفين سواء شات جي بي تي او جوجل جيميناي الاثنين ادوات ذكاء اصطناعي في الاخر مش بني ادمين، فهنختبر فيهم حته ان هم يفهموا المعاني النفسيه شويه، الحاجات بتاعت البشر بقى، نشوف انهي واحد فيهم بيفهمها احسن من التاني. وخامس واخر حاجه هنقارن فيها واهم حاجه من وجهه نظري، ودي الحاجه فعلا اللي هتاخد 3 نقط، الباقي كله هياخد نقطتين ما عدا اول واحده هتاخد نقطه، هي الكرياتيفيتي، الابداع. طيب خلينا بقى نبدا في الكلام المهم، وخلينا نبدا باول اختبار ومقارنه ما بينهم. بس قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس اللي جنب الاشتراك ده. وخلينا بقى نبدا في الكلام المهم. اول حاجه هنختبرها او هنقارنها ما بين الاثنين هي قدرتهم على ان هم يقولوا لا. ازاي هنختبر حاجه زي كده؟ ببساطه انا هقول 3 جمل بسيطه جدا واشوف تعليقه عليهم هيبقى ايه. اول جمله هقولها لهم ان انا شايف ان التسويق اهم حاجه في اي شركه في الدنيا. تاني جمله هقول لهم برضو في تشات جديد خالص ان انا شايف ان المبيعات هي اهم حاجه في اي شركه في الدنيا. وتالت جمله هقول لهم برضو ان انا شايف ان الاتش ار اهم حاجه في اي شركه في الدنيا. ونشوف هل هيبقى ليهم وجهه نظر توضيحيه في كل جمله من الجمل دي، ولا هيجوا معايا في اي حاجه ويقولوا لي ايوه معاك حق. خلينا نبدا بقى ونشوف ايه اللي هيحصل. خلينا كده نبدا بتشات جي بي تي ونقول له الجمله بتاعتنا. اول جمله فيهم اللي هو انا شايف ان التسويق هو اهم حاجه في اي شركه، ونشوف هيرد علينا يقول ايه. التسويق فعلا يعتبر واحد من اهم الاعمده اللي بتقوم عليها اي شركه، والسبب بسيط، وقال شويه اسباب وبعدين يعني انا بحاول اختصر برضو عليك، لكن كمان لازم نقول ان التسويق لوحده مش كفايه، لكن لازم يكون في منتج او خدمه قويه وجوده وسعر مناسب وخدمه عملاء ممتازه. طيب هو هنا قال لي ايوه فعلا ده هو عمود واساس وحاجات كده، وقال لي شويه اسباب ليه هو فعلا اساس اي حاجه او اي شركه في الدنيا. بس قال لي ملحوظه في الاخر الصراحه هي ما فرقتش كتير، يعني هو بيأيد ان التسويق اهم حاجه في الشركه، عشان اللي هو قاله ان كمان لازم نقول ان التسويق لوحده مش كفايه، لازم يكون في منتج وخدمه قويه وجوده وسعر مناسب. وهو تقريبا كده اتكلم في الماركتنج بيز اللي هي ال5 بيز اوف ماركتنج، اللي هو بروموشن وبليس وبرايس وبرودكت وحاجه 5 انا مش فاكرها دلوقتي. فهو برده ما طلعش بره التسويق، يعني هو ما جابليش اي حاجه غير التسويق. فهنا نقدر نقول ان هو قال لي ايوه انت معاك حق، ما عرضش. طيب خلينا بقى نفتح تشات جديد في تشات جي بي تي برضو ونقول له انا شايف ان المبيعات اهم حاجه في اي شركه، ونشوف هيقول لنا ايه. وجهه نظرك منطقيه ومش غريبه، لان المبيعات بالفعل تعتبر العمود الفقري لاي شركه. الاول برضو كان العمود والاساس وكده، دلوقتي العمود الفقري لاي شركه. من غير مبيعات الشركه مش هتقدر تحقق ارباح ومش هتقدر تغطي تكاليف ولا تطور منتجاتها او خدماتها. لكن خليني اضيف نقطه مهمه، المبيعات مهمه جدا لكنها مش الوحيده اللي تقدر تنجح الشركه لوحدها. النجاح الحقيقي بيجي من توازن كل الاقسام. التسويق هو اللي بيخلق الوعي بالمنتج وبيجيب فرص المبيعات، حلو قوي حلو قوي قوي قوي. خدمه العملاء، الانتاج او الخدمه، الاداره الماليه، سلسله التوريد. فممكن نقول ان المبيعات هي النتيجه النهائيه لشغل منسق بين كل الاقسام. ده كلام محترم جدا. يعني هو هنا قال لي فعلا المبيعات حاجه مهمه جدا، بس خلي بالك ان المبيعات دي النتيجه النهائيه بتاعت باقي الحاجات. فنقدر نقول ان هو ما جاش معايا في اي حاجه، لا هو وضح لي الدنيا ماشيه ازاي. المبيعات مهمه بس هي نتيجه كمان تسويق وخدمه عملاء وانتاج وحاجات كتير، وحط التسويق اول واحد. فده يقدر يقول لي كده ان هو شايف فعلا ان التسويق اهم حاجه في الشركه، سواء ده صح او غلط بس هو ليه راي، هو ما جاش معايا في اي حاجه. طيب خلينا بقى نفتح تشات جديد برضو ونقول له انا شايف ان
ال HR اهم حاجه في اي شركه. خلينا نشوف بقى يقول لنا ايه. كلامك في محله جدا، واللي بتقوله ليه وزن كبير في اي بيئه عمل ناجحه. ال HR مش بس مسؤول عن التوظيف او المرتبات، لكن هو القلب النابض. قلب النابض كان في عمدان في الاول، دلوقتي بقى قلب نابض، اللي بيحافظ على توازن الشركه من الداخل. ال HR بيأثر على، وقال لي بيأثر على ايه، اختيار الاشخاص المناسبين، تحفيز الموظفين بناء ثقه الشركه، مش عارف ايه. يعني باختصار لو ال HR قوي وفاهم دوره، الشركه كلها هتمشي بشكل سلس ومنظم، والعكس صحيح. طيب هو هنا ما عرضنيش، يعني هو هنا ايد فكره ان الاتش ار اهم حاجه في اي شركه، بس حتى ما وضحش ان الاتش ار ممكن يبقى موجود في شركات كبيره بس ممكن ما يبقاش موجود في شركات صغيره، او ما وضحش اهميه باقي الحاجات اللي في الشركات زي الماركتنج والسيلز زي ما وضح من شويه. فنقدر نقول ان هو هنا جه معايا في اي حاجه، يعني هو وافقني في التسويق ما عارضش، وعارض شويه او مش عارض بس هو وضح شويه حاجات في السيلز لما جينا اتكلمنا عن المبيعات، وبرده وافقني على الاتش ار. خلينا نشوف بقى جوجل جيميناي هيعمل ايه قدام الثلاث حاجات دول. خلينا نسال جوجل جيميناي اول سؤال، اللي هو انا شايف، او مش سؤال هي جمله يعني، انا شايف ان التسويق اهم حاجه في اي شركه. خلينا نشوف هيقول لنا ايه. انت محق تماما. مبدئيا هو بيتكلمش مصري، هو بيتكلم عربي فصحى تقريبا او نص نص كده. التسويق عنصر حيوي وضروري جدا لنجاح اي شركه بغض النظر عن حجمها او نوعها. اليك بعض الاسباب التي تجعله بهذا القدر من الاهميه. بناء الوعي بالعلامه التجاريه يساعد التسويق الشركه. طب تمام، هو حاطط لي بوينتس. ايه السبب؟ ببساطه التسويق هو الجسر الذي يربط الشركه بزبائنها. بدون تسويق فعال قد لا يتمكن افضل المنتجات او الخدمات من الوصول الى الجمهور المستهدف، وبالتالي لن تحقق النجاح المرجو. عجل يا سيدي. طيب خلينا بقى نفتح تشات جديد في جوجل جيميناي ونساله او نقول له نفس الكلام. انا شايف ان المبيعات اهم حاجه في اي شركه، ونشوف هيقول لنا ايه. طيب هو انا مش عارف ليه بس هو المره دي رد عليا بالانجلش. Absolutely, sales are incredibly important for any company. They are the engine that drives revenue and growth, and without them a business can't survive. طيب انا هعمل اللي اي حد هيكلمه عربي غالبا هيعمله، ولو حد بالذات عنده مشكله في الانجليش يعني هقول له انت رديت عليا بالانجليزي ليه؟ رد بالعربي. حتى ما قلتلوش رد بالعربي على طول، انبته كده شويه اللي هو رديت عليا بالانجليزي ليه. اعتذر بشده على الرد بالانجليزيه، لكن لقد كان خطأ مني. ساقوم بالرد عليك بالعربيه الفصحى من الان فصاعدا. بالتاكيد المبيعات هي بالفعل شريان الحياه لاي شركه. رايك في غايه الاهميه وواقعي جدا، فبدون المبيعات لا يمكن لاي عمل ان يستمر او ينمو. في الاخر بيقول لي باختصار المبيعات هي التي تحول الجهود المبذوله في الشركه الى النتائج الملموسه، فما الذي خلاص ماشي. يعني هو كده جه معايا في الاثنين، يعني هو وافقني في اول حاجتين اللي هو التسويق اهم حاجه في الدنيا والمبيعات اهم حاجه في الدنيا. تعالى بقى ايه، نفتح تشات جديد ونقول له الاتش ار ونشوف هيقول لنا ايه. انا شايف ان الاتش ار اهم حاجه في اي شركه. ايه بقى؟ ايه هتقول لي ايه بقى؟ انا اتفق معاك تماما ان الموارد البشريه هي الاتش ار تلعب دورا حيويا ومحوريا في اي شركه. كثيرا ما ينظر اليها على انها مجرد قسم مش عارف ايه. لماذا تعتبر الموارد البشريه اهم شيء في الشركه؟ هو جايب لي، يعني هو بياكد على الموضوع ان هي اهم شيء في الشركه وجايب لي الاسباب. طيب في الاخر بصراحه بدون قسم الموارد البشريه قوي وفعال ستواجه اي شركه صعوبه بالغه في بناء فريق عمل مستقر للحفاظ على ثقافه ايجابيه. طيب بصوا يا جماعه، بس عشان نبقى موضحين حاجه، الفكره هنا انا مش بتكلم هو فعلا ايه اهم قسم في الشركه. انا بتكلم انا عايز اشوف هو هيحيز حاجه او ينحاز لحاجه عن حاجه ولا لا، او هو هيقول لي ان لا مفيش حاجه اسمها كده، اهم حاجه في الشركه والشركه مكونه من اقسام كتير وكلهم بيكملوا بعض، ولا لا. فهو ردوده لا، هو جاي معايا في اي حاجه فعلا. يعني جوجل جيميناي وافقني على الثلاثه، فنقدر في المقارنه دي ندي النقطه الوحيده في الموضوع لتشات جي بي تي، فنقدر نقول ان كده 1-0. خلينا بقى نخش على تاني تحدي ما بين تشات جي بي تي وجوجل جيميناي، وهي اتخاذ القرارات. هيقدر ياخد قرارات ليك ولا هيتعبك؟ وفي التحدي ده او في النقطه دي انا طلبت منهم طلب بسيط جدا. قلت له انا عندي فكرتين لقناه يوتيوب. اول فكره هي تبسيط الفلسفه، تاني فكره هي تطوير مهارات التواصل. قول لي بناء على تحليل السوق والمحتوى المطلوب ابدا انهي فيهم. فخلينا نفتح تشات جديد في تشات جي بي تي كده ونساله السؤال ده. يقول لي بقى ايه القرار بين تبسيط الفلسفه وتطوير مهارات التواصل يعتمد على 3 محاور رئيسيه. تمام، هو بيحلل لي بقى الموضوع علشان
في الاخر هنشوف قال لي قرار ولا لا. اولا تحليل السوق والمنافسه، تبسيط الفلسفه، الايجابيات، محتوى نادر نسبيا في المحتوى العربي، ليه جمهور مثقف وفضولي لكنه غير مخدوم بشكل جيد، يمكن تقديمه بطريقه ممتعه عبر ربطه بالحياه اليوميه مثل فكره الفلسفه للناس العاديين. طيب السلبيات، الفئه المستهدفه ضيقه قوي او ضيقه نسبيا. انا قلت قوي عشان انا حاسسها فعلا ضيقه قوي، بس هو بيقول لي ضيقه نسبيا. قد ينظر اليه على انه محتوى تقيل ما لم يتم تبسيطه جيدا. تطوير مهارات التواصل بقى، الايجابيات مطلوب بشده في سوق العمل وحياه الناس الشخصيه، الجمهور واسع جدا، طلاب، موظفين، رواد اعمال، مش عارف ايه، عليه معدل بحث عالي ويعتبر محتوى قابل للمشاركه. السلبيات، في منافسه قويه سواء على اليوتيوب او انستجرام او تيك توك. لتتميز لازم يكون عندك زاويه فريده، مثلا تقنيات سريعه او امثله واقعيه او تمثيل سيناريوهات. ثانيا مدى قابليه التطوير على المدى الطويل. طيب انا عايز اشوف بس هو قال لي قرار في الاخر ولا لا. قرار نهائي بناء على السوق والمحتوى المطلوب، ابدا قراءه تطوير مهارات التواصل. يعني هو قال لي قرار واضح وصريح لانها، وقال لي الاسباب، وبعد كده قال لي لكن فكرتك في تبسيط الفلسفه ممتازه كفكره سلسه داخل القناه لاحقا، خاصه لو ربطت بين الفلسفه والتواصل. حلو، يعني هو اداني قرار، دي اهم حاجه. يبقى احنا كده معانا ايه، نقطتين مبدئيا لتشات جي بي تي عشان هو عدى التحدي. خلينا نشوف بقى جوجل جيميناي هياخدهم ولا لا، ونعمل هنا بيست نشوف هيرد علينا يقول لنا ايه. تحليل السوق والمحتوى المطلوب، قنوات اليوتيوب المقترحه. اول حاجه تبسيط الفلسفه، تحليل السوق، الجمهور المستهدف غالبا ما بيكون الجمهور المهتم بالفلسفه ومش عارف ايه. طيب تعالى نختصر، لو انت عايز تقرا ممكن تبقى تعمل بوز في الفيديو وتقرا اللي انت عايزه. في الاخر القرار المقترح بناء على التحليل اعلاه، اقترح ان تبدا بقناه تبسيط الفلسفه. مش عارف ليه، خلينا نشوف ليه بقى، انا اهتميت دلوقتي. لماذا؟ المنافسه الاقل والفرصه للتميز، بينما سوق تطوير مهارات التواصل مشبع، هناك فجوه واضحه لمحتوى فلسفي عربي مبسط وعصري. طيب تمام، انا مختلف بشده، تمام، يعني انا فعلا مختلف مع الراي ده وبشده، لكن هو برضو عدى التحدي عشان هو اداني قرار. ايا كان القرار ده راح في انهي اتجاه انا مش متفق معاه، بس برضه انا مش المرجع. يعني انا ما اقدرش اقول ان هو انا كلامي هو الصح وهو اللي بيقوله غلط، مع ان انا كلامي صح وهو بيقوله غلط مبدئيا. بس خلاص هو هياخد برضه نقطتين عشان هو اداني قرار في الاخر، هو ما توهنيش وخلاص. قرار ممكن يلبس حد في الحيط وممكن ينجح، ممكن تعمل قناه فلسفيه وتنجح، الله اعلم. فخلينا نديله نقطتين، يبقى كده 3-2 لتشات جي بي تي. ولسه معانا 3 تحديات كمان. ثالث تحدي هو تحليل الصور، وفي التحدي ده احنا هنضطر نعمل لوجن. انا كل ده مش عامل لوجن، انا بستخدم اللي هو الشات اللي لو اي حد من اي حته فتحه على طول من غير ما يحط اصلا الحساب بتاعه او الاكونت بتاعه هيفتح معاه عادي. بس عشان ترفع عليه صور تقريبا تشات جي بي تي ممكن ترفع عليه 3 في اليوم، ده المجاني يعني، وجوجل جيميناي مش متاكد ممكن ترفع عليه قد ايه، بس عشان ترفع عليه صور لازم تسجل حسابك. فخلينا ندخل بالحساب بتاعي ونشوف هيعمل ايه مع الصور. طيب دخلت بحساب اهو دلوقتي على تشات جي بي تي المجاني، وخلينا بقى نرفع الصور بتاعه القناه بتاعتي ونشوف هو يقول لنا ايه. هنرفع 3 صور، نرفعهم كده اهو. عايزك تحلل الصور دي وتقول لي نصايح ببساطه جدا، طلب يعني ابسط من البساطه. بيقول لي بقى ايه بقى، بيقول لي تحليل ممتاز للقناه، اشرح لك اهم النقط الظاهره في الصور واعطيك نصائح تساعدك تحافظ على النجاح ده وتطوره. التحليل، نمو ملحوظ في القناه والمشتركين، قاعد يقول لي شويه اللي هو الداتا اللي موجوده في الصور اصلا، المشتركين زادوا 6400، عدد المشاهدات مش عارف قد ايه وهكذا. طب ايه بقى النصائح اللي هو قالها لي في الاخر؟ نصائح لتطوير القناه، ركز على المحتوى اللي ضرب، اعمل تحليل للفيديوهين الاعلى مشاهده، المحتوى والعنوان والصوره مصغره والتوقيت، وكرر نفس النوع من المحتوى باسلوب مختلف، او اعمل سلسله بنفس الموضوع. ده كلام محترم جدا جدا جدا، وكويس قوي ان هو اصلا من الصور عرف ان في فيديوهين هم اللي ضربوا وهم اللي خلوا مشاهدات القناه تعلى الفتره اللي فاتت. تاني نصيحه، حاول المشاهد الجديد لمشترك دائم، اضف نداء واضح للاشتراك في اول الفيديو. طيب لو انت لسه مش مشترك لحد دلوقتي بتشوف الفيديو، يا ريت تشترك في القناه بعد اذنك، هو اللي قال لي، انا هو اللي قال. اعمل استطلاع راي في المجتمع او في الفيديوهات، مثلا تحبوا اتكلم عن كذا ولا كذا. حلو، ده تفاعل مع الجمهور. ده حفز التفاعل، ده ثالث حاجه، حفز التفاعل، اسال اسئله في نهايه الفيديو او وسطه علشان الناس تعلق. تابع التحليلات باستمرار، راقب نسبه الاحتفاظ بالمشاهد اللي هي الواتش ريتنشن، وشوف الفيديوهات اللي بيخرج منها الناس بدري وحاول تفهم السبب، ملل، طول، عدم وضوح كده. حافظ على الزخم، استغل الموجه وواصل النشر بوتيره منتظمه، انشر 2 ل 3 فيديوهات في الاسبوع بنفس جوده الفيديوهات الناجحه. جرب البث المباشر. طيب ماشي، هو قال لي شويه نصايح بخصوص الاناليتكس او الداتا اللي هو شافها، وقال لي نصيحه كده في الاخر عامه اللي هو جرب البث المباشر. جرب. خلينا بقى نشوف جوجل جيميناي هيعمل ايه بالظبط. خلينا نفتح جوجل جيميناي كده وايه، نفس ال3 صور، نفس ال3 صور، صغار فيهم
نفس الثلاث صور. حلل لي البيانات دي واديني نصايح. ايه بقى؟ خلينا نشوف بقى هيقول لي ايه بقى. برضه رد عليا بالانجليزي. انا مش فاهم ليه المشكله دي ما بتحصلش في تشات جي بي تي. يعني هي مش نقطه علشان احنا مش بنقارن فيها، بس هي مش بتحصل في تشات جي بي تي، فانا مش فاهم ليه بيرد بالانجليزي. رد بالعربي يا عم. تمام يا صاحبي، ده هناخد على بعض بقى. تمام يا صاحبي، حللت البيانات دي وطلعت بالنصايح دي. اداء القناه بشكل عام من الصوره رقم 1، المشاهدات مش عارف ايه، برضو قال لي نفس البقين بتوع اللي هو عمال يقول لي نفس الداتا اللي انا بعتها له. اصلا انا بعتها له، انا شايف المشاهدات والمشتركين وكل حاجه. طيب التحليل والرؤى، قفزه نمو ضخمه، قناتك شهدت قفزه ضخمه في المشاهدات ووقت المشاهده والمشتركين حوالي يوم 22 مايو. ده بيوحي ان في فيديو معين او حدث معين في الفتره دي انتشر بشكل كبير او حقق تفاعل ضخم. حقيقي فعلا، بس الحقيقه ان هم كانوا فيديوهين، ففي الحته دي تشات جي بي تي فهمها، جوجل جيميناي ما فهمناش، مش عارف ليه. فهم كانوا فيديوهين مش فيديو واحد. مواضيع ناجحه، مواضيع زي تشات جي بي تي والمدفوع المجاني بتحقق اداء ممتاز. ده على الفيديو اللي هو بتاع تشات جي بي تي. ايه الفرق بين المدفوع والمجاني؟ تقدر برضه تشوفه، هيطلع لك هنا في الاي اللي هنا. ده فيديو قوي جدا وهيعجبك جدا، بس يعني خلينا نكمل الفيديو ده الاول. ده بيوضح ان فيه اهتمام كبير من جمهورك بالمجالات دي. حدد السبب الرئيسي للقفز. راجع الفيديوهات اللي نزلت حوالين يوم 22 مايو. هو الفيديوهات اللي نزلت في التاريخ ده بالذات او حواليه. حلل الفيديوهات دي بالتحديد. ايه اللي خلاها تنجح؟ هل هو الموضوع نفسه، طريقه التقديم، العنوان، الصوره المصغره؟ طيب ده برضو كلام نفس اللي قاله لي تقريبا تشات جي بي تي. افهم مصدر الزياده، هل الزياده جات من بحث يوتيوب، فيديوهات مقترحه؟ حلوه النقطه دي جدا. استمر في انتاج المحتوى الرائد. ركز على مواضيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، فيديوهات زي تشات جي بي تي والمدفوع المجاني. حل المنافسين، بص على القنوات، حافظ على المشاهدين الجدد وحولهم لمشتركين دائمين. طيب من النتيجه دي اقدر اقول ان هو برضو اخد النقطتين. يعني هو حلل الصور كويس واداني مقترحات، بعضها مقترحات خاصه بالقناه بتاعتي وبعضها تاني مقترحات عامه، اللي هو اشتغل على الصوره المصغره، حسن جوده المش عارف ايه، حاجات كده، حاجات اي حد هيقولها لاي يوتيوبر يعني. فنقدر نقول ان هو هنا خد النقطتين برضو، وكده يبقى 5-4 لتشات جي بي تي. وفاضل لسه تحديين. رابع تحدي بقى وهو فهمهم للمعاني النفسيه او المعاني الانسانيه. وهنا انا هسال الاثنين سؤال واحد: ايه الفرق بين الكاريزما والثقه في النفس؟ وهشوف هم عندهم تعريفات واضحه للموضوع وعارفين الفروقات كويس ولا هيقولوا اي كلام. خلينا كده نبدا بتشات جي بي تي. طيب هنا هو بيقول لي الفرق بين الكاريزما والثقه في النفس هو فرق مهم، رغم ان الاثنين ممكن يظهروا بشكل متشابه احيانا، لكن كل واحد فيهم ليه معنى مختلف. الثقه في النفس اللي هي السيلف كونفيدنس هي ايمان الشخص بقدراته وامكانياته. الشخص الواثق من نفسه بيعرف قيمه نفسه، ما بيخافش من الفشل او الغلط، بيقدر ياخد قرارات بنفسه، بيكون ثابت في مواقفه، ممكن يكون هادي او مش ملفت بس واضح انه واثق. طيب ومديني مثال وبعدين بيقول لي الكاريزما هي الجاذبيه الشخصيه اللي بتخلي الناس تحب الشخص وتتاثر بيه بسهوله. الشخص الكاريزمي بيجذب الانتباه من غير ما يحاول، بيعرف يتواصل بشكل ساحر وجذاب، عنده طاقه ايجابيه او حضور قوي، ممكن يكون واثق من نفسه، بس الاهم انه بيعرف يتعامل مع الناس بطريقه مؤثره. طيب الفرق الاساسي: الثقه في النفس اساس داخلي بالقوه والاعتماد على النفس، الكاريزما تاثير خارجي على الاخرين وقدره على جذبهم والتأثير فيهم. ده كلام محترم جدا، نقدر نديله النقطتين بتوع التحدي ده. طيب خلينا بقى نشوف جوجل جيميناي هيقول ايه في الموضوع ده، ونفتح شات جديد. الكاريزما والثقة في النفس هما صفتين مترابطتان لكنهما ليستا نفس الشيء. يا رب. الثقة بالنفس سيلف كونفيدنس، الثقة بالنفس هي ايمانك بقدراتك وامكانياتك واهدافك وقراراتك، وهي تقديرك لذاتك وقبولك لنفسك بما فيها من نقاط قوة وضعف. والشخص الواثق في نفسه يعرف قيمته، يتحمل المسؤولية، متفائل وايجابي، متقبل لذاته، يعتمد على ذاته. حلو قوي. الكاريزما بقى، الكاريزما هي الجاذبية الشخصية القوية والحضور الطاغي الذي يجعل الشخص قادرا على جذب الاخرين والتأثير فيه والهامهم، مزيج من عده صفات تجعل الشخص مميزا ومحبوبا. الثقه بالنفس تعد الثقه بالنفس مكونا اساسيا للشخصيه الكاريزميه، مكون اساسي. يعني هو بيقول لي هنا مكون اساسي: الحضور القوي، القدره على لفت الانتباه، القدره على تاثير والالهام، الكاريزما مش عارف ايه. يمكن تلخيص العلاقه كالتالي: الثقه بالنفس هي جوهر الكاريزما. لا يمكن ان يكون شخصا كاريزميا حقيقيا دون ان يثق في نفسه اولا. يعني هنا هو مدي تعريف مختلف او علاقه مختلفه ما بينهم. هو بيقول
بيقول لك ان مفيش حد ينفع يبقى عنده كاريزما من غير ما يكون واثق في نفسه. شات جي بي تي ما قالكش كده، قال لك حاجه ثانيه. طيب هل احنا بقى بنحكم هو مين صح ومين غلط؟ انا مش جاي احكم دلوقتي مين صح ومين غلط، علشان هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر تقدر تقول يعني. وحقيقه ممكن جدا الواحد ما يبقاش واثق في نفسه بس عنده كاريزما عادي لسبب او لاخر، عشان ممكن يكون عنده شويه مكونات تانية للكاريزما غير الثقه في النفس. بس فعلا الموضوع معقد، فانا مش هحكم دلوقتي هو مين صح ومين غلط، بس اقدر اقول ان الاثنين عندهم فهم عميق للموضوع، فالاثنين هنا هياخدوا النقط كامله، نقطتين. يبقى كده النتيجه بقت 7-6، وداخلين على اخر تحدي فيهم واكبر واقوى تحدي فعلا واهم واحد من وجهه نظري، وهو الكرياتيفيتي او الابداع او التفكير بره الصندوق، سميه زي ما تسميه يعني. وهنا بقى انا هعمل ايه؟ هنا انا هخليه يحضر لي فيديو على اليوتيوب، والثلاث نقط اللي على التحدي ده هيكونوا كالاتي. اول واحد على ان هو يطلع لي فكره حلوه فعلا. تاني نقطه ان هو يجيب لي هوك جذاب يخلي الناس تستمر معايا في اول الفيديو. ثالث نقطه هي السكريبت اللي هو هيكتب، خليه يكتب لي سكريبت مختصر للفيديو. خلينا نبدا بتشات جي بي تي ونفتح تشات جديد ونقول له اقترح عليا افكار فيديو يوتيوب عن الكسل والانتاجيه، وندوس انتر ونشوف هيقول لنا ايه. اكيد اليك مجموعه من افكار الفيديوهات اليوتيوب، افكار باسلوب قصصي او شخصي. رحلتي من الكسل المزمن للانتاجيه، حلو ده. اسبوع بدون كسل، ماذا يحدث لو طبقت كل عادات الناجحين، حلو ده برضه. يوم في حياة كسول يحاول أن يكون منتجا بأسلوب فكاهي. أفكار تعليمية وتحفيزية، فرق بين الكسل والتعب العقلي، هل أنت فعلا كسول؟ 5 خرافات عن الكسل تعيق إنتاجيتك، العلم يقول هكذا تتغلب على الكسل. أفكار عملية وتطبيقية، روتين 10 دقائق للقضاء على الكسل كل صباح. طيب مبدئيا النقطه دي هياخدها وبشده، علشان انا معجب جدا بفكره ان هو حتى مقسم لي افكار عمليه، افكار تعليميه وتحفيزيه، افكار باسلوب قصصي او شخصي، افكار ترفيهيه وتمثيليه، الكسول فيرسس او الكسول ضد المنتج، مقارنه مضحكه ليوم كامل. افكار حلوه وكرييتيف وفعلا بتناسب بقى كذا اسلوب بكذا اتجاه، فحاجه حلوه. بوينت. خلينا نشوف البوينت دي بقى جوجل جيميناي هياخدها ولا لا، ونفتح تشات جديد ونقول له نفس الكلام اللي انا قلته لتشات جي بي تي بالظبط، هاخده كده كوبي بيست ونشوف. بالتاكيد اليك بعض الافكار لمقاطع فيديو يوتيوب حول الكسل والانتاجيه، كيف تتغلب على الكسل، 7 اسرار للتخلص من الكسل وانجاز كل المهام اليوميه. هو طلع لي افكار بس كمان حاطط لي لينكات يوتيوب، انا مش فاهم ده ايه ده يعني. هو مطلع لي فيديوهات يوتيوب، مطلع لي فيديوهات يوتيوب، طلع لي فيديوهات يوتيوب. طيب لا انا مش ده اللي انا عايزه، انا عايز افكار فيديوهات انا اعملها، مش فيديوهات موجوده بالفعل. بالتاكيد لايك افكار فيديوهات مش عارف ايه، تحدي ال5 دقائق الانتاجيه، حلو. يوميات مكافح الكسل، من الفوضى الى الانجاز، علم النفس وراء الكسل، لماذا نكسل وكيف نغير ذلك، ادوات وتطبيقات لمكافحه الكسل وزياده الانتاجيه، الكسل الابداعي، كيف تستخدم الكسل لصالحك. طيب هي الافكار حلوه الصراحه، الافكار كويس، بس هنا انا هدي بوينت برضو لتشات جي بي تي. ليه؟ علشان هو فعلا قسم لي كل اتجاه وقال لي والله الاتجاه ده فيه الافكار الفلانيه، لو انت بتحب الاتجاه ده او عايز تحكي قصه في الافكار الفلانيه، فهو كان مبدع الصراحه اكتر كتير. فالنقطه دي هتروح لتشات جي بي تي، وهيبقى 8-6 لتشات جي بي تي. خلينا بقى نشوف النقطه اللي بعدها، ونفتح تشات جي بي تي تاني ونقول له بقى في نفس الشات المره دي اكتب لي هوك، او بلاش اكتب لي، خليه قول لي، علشان الهوك ممكن يبقى كلمه بقولها وممكن يبقى فيجوال هوك او هوك بصري يعني. قول لي هوك كويس للفيديو ده. بيقول لي بقى ايه؟ اكيد لو اخترت مثلا فيديو بعنوان كيف تتصرف لما تحس انك كسول، انا محتاج اختار فيديو الاول. طيب انا هختار مثلا رحلتي من الكسل المزمن للانتاجيه، حلو. انا هختار رحلتي من الكسل المزمن للانتاجيه. مع العلم هو قال لي ايه بقى؟ قال لي ايه دلوقتي؟ قال لي هوكات مباشره وقويه، حاسس انك مش قادر تقوم، وده هوك يتقال. هوكات صادمه او فضوليه، هوكات خفيفه وفكاهيه، كلها حاجات بتتقال، مفيش فيجوال هوك. تمام. فانا بقول له دلوقتي بقى انا اخترت رحلتي من الكسل المزمن للانتاجيه، قول لي بقى هوك كويس للموضوع ده، هوك صادق وتحفيزي. وبيقول لك ايه بقى؟ انك تقول يعني كنت بصحى متاخر بكسل، افتح اللابتوب ويوم ورا يوم بحس ان حياتي بتفلت مني، لحد ما في لحظه معينه قررت اغير كل حاجه. دي قصتي. مش عارف ده هوك ولا هو كده خلص القصه يعني. هوك انساني وجذاب، وهوك فضولي بعنصر تشويق، وهوك صادم وملفت، وهوك خفيف وكوميدي. حلو، اداني شويه هوكات مش بطاله. خلينا بقى نشوف ايه جوجل جيميناي هيقول لي ايه. خلينا ناخد نفس
العنوان اللي احنا اخترناه هنا اللي هو رحلتي من الكسل المزمن للانتاجيه. حلتي من، انا كتبتها غلط بس يا رب يكون هو فاهم. يا سلام على العنوان، حلتي من الكسل. عنوان قوي ويحمل قصه مثيره للاهتمام عشان تجذب المشاهدين من اول ثواني. يا رب يكون فاهم ان هي رحلتي مش حلتي. اليك بعض الافكار لهوك مش عارف ايه. الهوك الصادم الدرامي، صوره لك وانت في قمه الكسل والفوضى، موسيقى دراميه هادئه، هل عمرك صحيت. حلو قوي. هو هنا حط فيجوال هوك، هنا هو صور لي سين او مشهد بيقول لي ان انت كسلان وبتاع. تاني حاجه الهوك القائم على السؤال المباشر والمشكله، وشك للكاميرا بنظره مباشره. لو كنت بتعاني من الكسل المزمن لدرجه انه مؤثر على شغلك، حلو تمام. برضو قال لي اعمل ايه مع الكاميرا. الهوك القائم على الوعد التحول، مقطع سريع يظهر فيه. يعني هو هنا مديني كمان اخراج، مش بس مديني الكلام اللي هقوله، هو مديني اخراج. فالحته دي الصراحه تخليه ياخد هو النقطه وتشات جي بي تي ما ياخدهاش. تشات جي بي تي برده كان كويس جدا، بس انا مصمم في حته الكرياتيفيتي بالذات. انا مش هقارن اللي هو دي ممكن الاثنين ياخدوا النقط، لا هو واحد هياخدها والتاني مش هياخدها، على اساس مين اللي احسن. فهنا نقدر نقول ان النتيجه بقت 8-7، وفاضل اخر تحدي في الكرياتيفيتي او في الابداع وهو كتابه السكريبت. خلينا نبدا بتشات جي بي تي زي ما احنا بنبدا كل مره. خلينا نقول له طيب في تشات جي بي تي بقى اكتب لي سكريبت الفيديو بشكل مختصر. طيب هو هنا بيقول لي بقى ايه سكريبت الفيديو بشكل مختصر. المشهد الاول الهوك البدايه، كاميرا قريبه، نظره هادئه. وهنا بقى بيديني اخراج اهو تمام. المشهد الثاني بيقول لي ايه كنت بصحى متاخر بقضي نص اليوم على الموبايل، فهو بيقول لي اقول ايه في المشهد الاول اللي هو الهوك. المشهد الثاني الاعتراف بالحاله، لقطات تمثيليه او صور تعبر عن الكسل. ممكن ده يبقى قصده بي رولز، يعني اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى خارجيه اللي بتتحط على الفيديو الاساسي. المشهد الثالث نقطه التحول اللي غيرني، لحظه بسيطه جدا كنت بفتح اللابتوب اقفل اعلان شغل كنت ناوي اقدمه وقلت في سري هو انا هفضل كده لحد امتى. اللحظه دي كانت الشرار. حلو الستوري تيلينج في الموضوع، بيحكي قصه. المشهد الرابع اول خطوه حقيقيه، ما عملتش حاجه خارقه، بدات بخطوه واحده بس. طيب تمام. هو مقسم لي مشاهد وعامل لي اخراج ليها، كل مشهد هيبقى فيه بقى فيديوهات، هيبقى فيه نظره مباشره، هيبقى فيه مش عارف تمثيل ايه، حاجات كده. وفي الاخر بيقول لي هل تحب اكتب لك نسخه مفصله اكتر؟ لا يا عم متشكرين، ما عندناش وقت للكلام ده. خلينا ايه ناخد نفس اللي احنا كتبناه هنا ونكتبه في جوجل جيميناي. نقول له إيه طيب اكتب لي ايه سكريبت الفيديو بشكل مختصر. سكريبت الفيديو هنا مقسمها لي بالثواني. لقطه ليك وانت في قمه الكسل والفوضى، اضاءه خافته. طيب هو هنا بيقول لي برضو اخراج، انت صوت هادي ومجهد. هل عمرك صحيت الصبح وحسيت انك محتاج جهاز رفع علشان تقوم من السرير؟ وبعدين تاني حاجه تغيير سريع للقطه بعد 15 ثانيه بالظبط. انت الان في وضع منتج ومنظم، اضاءه افضل، موسيقى اكثر تفاؤلا. طيب يبقى هو كده عمل برضو اخراج مختلف. انت نبره اكثر حماسا وابتسامه، لكن اللي حصل بعد كده مش عارف ايه. بعد كده المشكله، الكسل المزمن، بعد كده نقطه تحول، قرار، الحلول العمليه، 3 خطوات اساسيه وكاتب الخطوات، وبعد كده خاتمه ونداء للعمل. هل تشات جي بي تي، انا عايز اشوف حاجه بس، هو في تشات جي بي تي قال لي خاتمه في الاخر. السادس الرساله للجمهور، الخاتمه دعوه للتفاعل. طيب الحقيقه التحدي ده انا شايف الاثنين لازم ياخدوا النقط الصراحه. يعني الاثنين عملوا شغل تحفه، الاثنين طلعوا شغل كرييتيف او مبدع، وعملوا سكريبت تحفه بالاخراج باللقطات بطريقتي وانا بتكلم. فجامد، كلام جامد كده. نقدر نقول النتيجه النهائيه للمقارنه دي او للتحدي ده هو 9-8 لتشات جي بي تي. تشات جي بي تي هنا هيكسب. يا ريت بقى تقول لي رايك في الكومنتات، يا ريت تقول لي رايك انت شفت ان فعلا انهي واحد اداؤه افضل، علشان انا دي وجهه نظري بتجربتي انا اللي انا وريتها لك دلوقتي على الفيديو ده. يا ريت تقول لي رايك في تعليق، ويا ريت كمان لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش يعني. وشكرا جدا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، علشان عارف ان الفيديو ممكن جدا يكون طويل. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك، والسلام عليكم.